في تصور ما بعض الناس بتحاول تروجه ان الهويه المصريه دي حاجه ثابته فوق الزمان وفوق المكان وفوق، هي حاجه كده، دي الشخصيه المصريه حاجه ثابته في على مر الازمان وبتاع. طبعا ده كلام هكس مع احترامي اللي بيقولوه. تعال نبص للتاريخ. انت راجل غيرت دينك 3 مرات، كنت بتعبد الوثن، بعد كده بقيت مسيحي، بعد كده بقيت مسلم، وغيرت لغتك مرتين 3 ما بين تطورات اللغه المصريه القديمه ثم بعد كده القبطيه واليونانيه. انت اليونان احتلوك 1000 سنه، هم والرومان يعني 1000 سنه. غيرت لغتك القبطيه اللي هي مزيج ما بين اليونانيه والمصريه القديمه، تطور تاني مختلف. ثم بعد كده بقيت تتكلم عربي. عن اي بقى ثبات في الهويه ده؟ كل ده انت بتتكلم عن ثبات في الهويه. ثبات في الهويه، انا راجل مغير، انا كتاريخ غيرت ديانتي اكتر من مره وغيرت لغتي اكتر من مره، وحصل قطيعه معرفيه من لحظه المسيحيه مع التاريخ المصري القديم، واستمرت طبعا مع الاسلام والعرب. انت بتتكلم النهارده ان احنا سنه، ما احنا في لحظه من اللحظات كنا شيعه. انا بثبت في الكتاب الجديد ان قطاع كبير من المصريين، مش الاغلبيه بس، قطاع كبير من المسلمين كانوا شيعه.